إذا كان حب الدنيا خطيئة فهو منا نحن الطلبة من أشد الخطايا. هذا الشيء الذي هو خطيئة من غيرنا هو أكثر خطيئة منا. نحن أولى من غيرنا بأن نكون على حذر من هذه الناحية. أولا لأننا نصبنا أنفسنا أدلاء على طريق الآخرة. ما هي مهمتنا في الدنيا؟ ما هي وظيفتنا في الدنيا؟ إذا سألك إنسان ماذا تعمل؟ ما هو مبرر وجودك؟ ماذا تقول؟ تقول بأني أريد أن أشد الناس إلى الآخرة، أشد دنيا الناس إلى الآخرة، إلى عالم الغيب، إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كيف تقطع دنياك عن الآخرة؟ إذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخرة فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى آخرة ربك. سوف نتحول إلى قطاع طريق، ولكن أي طريق؟ الطريق إلى الله، لا طريق ما بين بلد وبلد. هذا الطريق إلى الله نحن رواده، نحن القائمون على الدلالة إليه، على الأخذ بيد الناس فيه. فلو أننا أغلقنا باب هذا الطريق، لو أننا تحولنا عن هذا الطريق إلى طريق آخر، إذن سوف نكون حاجبا عن الله، حاجبا عن اليوم الآخر. كل إنسان يستولي حب الدنيا على قلبه يهلك هو. أما الطلبة، أما نحن، إذا استولى حب الدنيا على قلوبنا سوف نهلك ونهلك الآخرين.